سيدنا عمر ماشي لقي شوية عيال بيلعبوا مع بعضهم. العيال بصوا لقوا سيدنا عمر طويلا مهيبا جسيما وماشي والعباية تفرفر وراه 3 4. العيال الصغيرين خافوا منه الأمير، راحوا طايرين ما عدا واحد راح واقف مكانه. سيدنا عمر عينه شغالة زي الكاميرا، شاف العيال لما طاروا ده تبقى والشارع ضيق، سمر الدرب صغير زي دروبنا. كان ماشي لغاية ما وصل قبل الواد راح محود عليه وراح مسكه من ايده وقال: أترابك وأقرانك رأوني ففروا وهربوا طاروا، لكنك أنت تبقيت في مكانك، لما لم تلحق بهم؟ لما طرت زيهم؟ قال: ولم الهروب؟ أولا أنا لست بمجرم حتى أخشاك، ثم إن الطريق واسع يسعني ويسعك، فلماذا أهرب؟ سيدنا عمر شوف الواد، قال: أو تعرفني؟ قال: نعم، أنت الأمير عمر بن الخطاب. قال: أنت اسمك ما اسمك يا فتى؟ قال: أنا اسمي عبد الله. قال: أي العبادلة أنت؟ قال: أنا عبد الله بن الزبير بن العوام. سيدنا عمر راح مبوط فيه، قال: هذا الشبل من ذاك الأسد. أبوه الزبير بن عوام ابن عمة رسول الله وحواري رسول الله وأحد ال10 المبشرين بالجنة من كلام رسول الله. وعبد الله بن الزبير ده يعني قتله الحجاج بن يوسف وعلق رأسه على باب الكعبة وقال: أي واحد يعدي وبص هاتوه. راح مارر عبد الله بن عمر بن الخطاب فنظر إليه صديق عمره ودمعت عيناه وقال: كثيرا ما نصحتك يا أخي، لكن قدر الله وما شاء فعل، كتب الله لك الشهادة، والله أعلم أنك كنت صواما قواما وصالا للرحم. فاللي شافوه طلعوا يجروا على الحجاج وقالوا له عبد الله بن عمر قال كذا كذا عليه. قال: نزلوه وروحوا هاتولي أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. هي كانت عينيها خلاص ضعفت، فقالوا لها الحجاج عايزك. قلت: وانا مالي ومال الحجاج؟ مش كفايه اللي عمل فينا الحجاج؟ وراحوا ردوا عليه قالوا له ما رضيش تيجي. قال: قولوا لها لو ما جيتيش سيذهب اليك ويسحبك من قرونك. فقالوا لها الحجاج يتوعدك إن لم تجيبيه سيأتي إليك ويسحبك من قرونك. قالت: والله لن أغادر مكاني أبدا. شجاعة وقوة بنت أبي بكر. جاب بعضيه وقال: احضروا لي حذائي. حط حذاءه وطار عليه وقال: لها أأنت ذات النطاقين؟ قالت: تلك معرة رفع الله عنك شأنها. هي ذات النطاقين انت فاكرها عيبه؟ ده النطاق بتاعي انا قسمته نص، حطيت فيه الغدا لأبي بكر ولرسول الله في الغار، وتبقى بقيته لأربط بهما بطن. هي دي معيبة يعني؟ شايفها انت عار هتعيرني بيها؟ ذات النطاقين، تلك معرة رفع الله عنك ذكرها، هذا شرف. قال: أرأيت ماذا فعلت بابنك عدو الله؟ قالت: عبد الله بن الزبير عدو لله، إذا ما تكون أنت؟ قال: أولا يكفي أن الله نصرني عليه وفعلت به ما رأيت؟ قالت: لا، الأمر على غير هذا، الأمر على غير هذا. قال لها: كيف؟ قالت: نعم، أنت أفسدت عليه حياته لكنه هو أفسد عليك آخرتك، وإلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله يجتمع الخصوم.